هذا واحد حكى لي قصة وقلت له يكتب لي هي بنفسه، فكتبها بخط يده، فيقول: أحكي لكم قصة ليست من نسج الخيال. هذا الآن أقرأ لكم كلامه. يقول: إنه ابني فلذة كبدي عمره 6 أشهر، أصيب بحمى داخلية شديدة حتى جاءه التهاب وورم في المخ، وفقد البصر، وأصيب بشلل نصفي، وبذل الأطباء جهدهم في علاجه ولكنهم أبدوا يأسهم من شفائه. ابتدأ به المرض من 5 يوم من رمضان في عام 1425 هجرية. يقول: ولجأت أنا ووالدته إلى الله، وابتهلنا إليه بالدعاء، ونقرأ عليه القرآن على جسمه وفي ماء مقروء في كل يوم. وسبحان الله كان ما زال حينها في المستشفى، وبعد 5 أيام بدأت حالته تتحسن وبدأ يبصر بعينيه، ونستمر أنا وأمه في القراءة والدعاء حتى عجب الأطباء من حالته ودهشوا لها. ولم ينتهي شهر رمضان حتى عاد ابني سليما معافا بحمد الله، خيرا مما كان عليه قبل المرض، فلله الحمد والمنة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. القرآن والدعاء شفاء بإذن الله عز وجل.